بسم الله الرحمن الرحيم. الزمالك يعود للمجموعة الأفريقية مرة أخرى بعد الفوز على الترجي 3-1. النهارده الزمالك كسب الترجي، شباب بلوزداد كسب المريخ السوداني، وأصبحت المجموعة الترجي 9 نقط، شباب بلوزداد 6 نقط، الزمالك والمريخ 4 نقاط. الزمالك طبعا في المركز الثالث بفرق الأهداف. الزمالك هيلاعب الماتش الجاي، الماتش فاصل ما بين الفرقتين، ما فيهوش أي التعادل في صالح يا جماعه شباب بلوزداد. الزمالك هيلاعب شباب بلوزداد في شباب بلوزداد، لازم الزمالك يكسب، مفيش بديل عن الفوز. اي حاجه تانية غير الفوز الزمالك هيخرج من البطوله. ليه؟ لان لو الزمالك اتعادل وشباب بلوزداد اتعادل مع الترجي في الترجي، والزمالك حتى كسب المريخ، الناس لازم تعرف انه هياخدوا بنتيجه الفرقتين مع بعض، والزمالك مغلوب من شباب بلوزداد، فالزمالك ملوش حل تاني الا الفوز على شباب بلوزداد. وماتش المريخ هيبقى عندنا اعتقد هيبقى اسهل من ماتش بلوزداد وماتش الترجي. طبعا احنا بندخل نفسنا كل مره في الموقف ده، عايزين نخرج منه النبادي، كل مره بندخل في الموقف ده، وكل مره بنظلم. يعني حتى لو قلنا الاداء بيبقى سيء، لكن كل مره بنظلم. دايما الماتش الاولاني نبداه في القاهره ودايما نظلم. السنه دي اتظلمنا في ضربه جزاء علينا مش ضربه جزاء، السنه اللي قبلها اتظلمنا في جون اوف سايد، السنه اللي قبلها اتظلمنا في جون طالع بالكوره طلعها مولوديتو غهران من جوه الشبكه بايديه، والحكم بدل ما فيش فار هتبقى الظلم عادي يعني في الماتشات الافريقيه. كده الزمالك الماتش الجاي لا بديل له زي ما قلت لكم عن الفوز، لازم الزمالك يكسب شباب بلوزداد. بس النهارده سيبنا نفرح شويه عشان بقالنا كتير ما فرحناش من ساعه 2023 مش عارفين نكسب. الماتش اللي لعبناه كويس ماتش سموحه، ماتش فيوتشر، ماتش بيراميدز ما لعبناش فيه كوره خالص، وبيراميدز لما خايف مننا، خايف من الزمالك، والزمالك ضغط عليه اول 10 دقايق وهت عليه كده طول الماتش على استحياء، خايف يهاجم فالزمالك ياخد هجمه يجيبها جون. لكن لو كان قرص علينا كان الماتش اختلف. لكن الماتش ده اعتقد عوده الروح للزمالك، عوده الروح مش هنقول قوي لان احنا طلعنا من ماتش فيوتشر لعبنا برضه وتعادلنا، مش هنتكلم طلعنا من ماتش سموحه وخسرنا بعده. عايزين يا جماعه الماتشات الجايه يبقوا رجاله، مش بطوله والله العظيم 3 سهله، مش عارف الزمالك ما بياخدهاش ازاي. يعني من سنتين لما كان بيلعب الاهلي كان احسن من كل الوجوه في ماتش الاهلي، والماتشات اللي قبلها فريق كان عالي جدا. يعني طبعا الكره فيها حظ وفيها كل حاجه، لكن والله الفرق مش قويه. انا شايف ان الفرق مش قويه. البطوله دي عاصيه على الزمالك ازاي؟ الفرق مش قويه ولا فيها لعيبه منتخبات، ده ما فيش الا الاهلي والزمالك هم اللي بيمثلوا المنتخب، واللعيبه بتاعت الجزائر دي راح منها عشان خدوا الدوري سنتين المنتخب، لكن برضو ما احتياطي ومش هيلعبوا خالص. مش منتخب الجزائر مش هينزل لاعب من شباب بلوزداد عمر، كلهم محترفين. نفس الحكايه الترجي مش هتلاقي فيها الا لاعب ولا 2 في المنتخب هو اللي بيلعب، لان منتخب تونس ما فيهوش اللعيبه اللي هي عاليه جدا في الاحتراف، نفس مصر كده هتلاقي 3 4 لعيبه والباقي خلاص. فانا ببارك لنادي الزمالك النهارده، واقول له الماتشات الجايه بالتوفيق. برضه نتكلم على مجموعه الاهلي. مجموعه الاهلي النهارده برضه صعبت على الاهلي شويه بعد فوز الهلال السوداني على القطن الكاميروني 2-0. اصبح الهلال السوداني 9 نقط، وصن داونز 7 والاهلي 4، وطبعا القطن الكاميروني كده كده مش ولا نقطه، فكل الفرق هتكسبه هنا وهناك. فبرضه نفس المجموعه بتاعت الاهلي، نفس مجموعه الزمالك، المجموعتين الصعبوا على الفرق المصريه. يمكن حظ الاهلي يعني احسن شويه انه هو هيلعب فريق القطن ودي حصلت المجموعه، وهيلاعب الهلال السوداني في القاهره. غير الزمالك ان الماتش الفيصل بتاعه في الجزائر، يعني يا ريت في القاهره في الجزائر، هيبقى ماتش صعب جدا، حضور جماهيري مكثف، الحكام الافريقيه بتخاف، مفيش فار، يعني كل حاجه مهيئه ان ممكن اي حاجه يعملوها هناك. فاحنا بقى باقدام لاعبتنا ما تحطش في دماغك الحكم، لان الحكام وقتها ممكن يديلهم اي حاجه في اي وقت. يعني لو انت كسبانهم 1-0 ممكن الحكم يديهم ضربه جزاء في اي وقت ملهاش علاقه بكره القدم ولا بضربه جزاء. في النهايه تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه، ومبروك للزمالك ولكل الزملكاويه، وان شاء الله القادم احسن.